إن المرأة باب الرزق، سبحان الله، رزق الرجل متعلق بزوجته. هاي تدرون بها لو لا؟ تدرون بها روايات كثيرة. إذا نامت ساخط عليك، فلذلك الروايات يقول له حاول للرجل أن لا تنام الزوجة ساخط عليك، غضبانة، زعلانة، داروهن على كل حال فإنهن أسراء أسيرات بأيديكن. حتى لو كانت عقلها شوية مخربط كذا، المدارات يجيب نتيجة وياها، يجيبها للواقع، يجيبها لكذا. يقول رسول الله رزق الرجل متعلق بوجه زوجته، تزوجوا يدر عليكم الأرزاق. يدر بالذات إذا كان اسم لها من أسماء أهل البيت، بالذات إذا اسمها فاطمة أو زينب، أو من روايات في روايات أهل البيت أسماء أهل البيت واسم فاطمة بالذات. هذا التكبر رسول الله. الأئمة احنا اجى استطرادي، ولا لو نريد نفتح باب التكبر والتنمر على الزوجات كارثة. منو اللي خلصان منه؟ أنا بحدود فهمي، والإنسان لا يعدو فهمه. ماكو إنسان، ماكو رجل ما متورط بالتكبر على زوجته.